مين ده؟ يلا نمشي. انا قتلته. لا يلا. انا قتلته، انا قاتل. لا انت مش قاتل، ده كان دفاع عن النفس. انا قتلته ده. لا ما تخافش، لا مش انت، مش انت. يلا بسرعه يلا. مش قادر اتحرك. هاني استنى يا هاني. اسمحي لي بما اننا خدنا على بعض وحبينا بعض اشرط عليك شويه شروط. اتفضل اشرط. احنا عندنا الستات ما بيشتغلوش، الست هنا لبيتها وجوزها واصحابها. واقسم بالله لو جيت في يوم قلت لي عايز اشتغل لاظبط لك حته شغلانه. متشكره قوي. لا على ايه، ما تقلقيش، مصاريفك كلها هتبقى عليا، اكلك وشربك ولبسك، انت بس هيبقى عليكي باقه النت وهدلعك كومبوت. كومبوت؟ انت عارف يا زيزو، انا والله العظيم عمري ما هنساك وعمري ما هنسى اليومين دول. نيلي يلا فين الفلوس؟ هفهمك بعدين. فلوس ايه يا جدعان؟ دي فلوس كده استلفتها منها، هديها لما نرجع مصر. يعني هتقطعوا بعض في الغربه عشان قرشينات؟ وانتوا هترجعوا مصر امتى؟ لازم نرجع دلوقتي حالا. ايه اللي حصل؟ ايوه يلا يا سيف، يلا مش قادر اسوق، مش عارف اسوق. انا قتلته. ايه ده قتلته. ايه ده قتلته. قتل مين؟ قتل الوقت يا باشا، اصل انت فاهم الوقت لو ما قتلتوش هيقتلك هو. مش عارف اسوق. خلاص انا هسوق. لا ما حدش يسوق عربيتي. هتعرف تسوق؟ مش عارف اسوق. خلاص يبقى تعالى بقى. طيب باي باي بقى يا زيزو. ايه ده؟ هتنتهي قصه الحب العظيمه بسرعه؟ عايز بس يعني الحاجه تقابل الحاج. مين الحاجه ومين الحاج؟ الحاجه امي تقابل الحاجه بوكي. انت عايز تقابل بابي؟ يا ريت. طيب العنوان ما يتوهش خالص. مجمع ترى سجن المزرعه. ايه ده؟ ابوكي ظابط زميل؟ لا مسجون. ما قلتليش ليه؟ كنت اوصي عليها ابويا. باباك ظابط هناك؟ لا مسجون برضك بس مسيطر. باي. باي عسليه. ما تخافش يا سيف. اهدى على السلامه. بقول لك ايه، ادوس على انهي زرار؟ انت مش عارف تسوق. لا عارف. انت مش عارف تسوق. عارف والله عارف. بالراحه عليه. تنسيش تعملي لي متابعه على الانستجرام. البت وقعت. ايه ده؟ وانا مين هيروحني؟ انا بخاف من الجهاز العملاق ده. يا نيلي. يعني مؤاخذة هم حلوا الكلمات وبعدين قالوا القصة؟ مظبوط سعادتك. ودي قصة ايه بقى؟ قصة عقد الجدة بطة. يعني ليلة القبض على بطة، القصة نفسها هي. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. زيد النبي صلاة عليه الصلاة والسلام. كانت الجدة بطة تعيش في مزرعة سعيدة، وكانت تجري وسط المروج والزروع وتسبح في البحيرة الزرقاء. ايه يا أبلة فضيلة؟ انت بتنايب ابن اختك يالا؟ ايه القصة على طول؟ لا مؤاخذة اقولها. أنا آسف سعادتك. اتفضل. جدة بطة دي أصلها كان عندها عقد غالي قوي. كويس. وكان في واحد عايز يشتريه منها عشان يقدمه لمراته هدية في عيد جوازهم. حلو. لكن للأسف خير. للأسف تأتي الرياح بما لا تشتهيه السفن. ايه حصل ايه؟ العقد ضاع. لكن لقوه بعد كده تحت واحد اسمه لوز. تحت ازاي يعني؟ زي ما انت فاهم سعادتك. عقد الجدة بطة غالي قوي. يا ابن الايه يا ميكي؟ يا ابن الايه؟ خلاص هذا ضاع، محلولة مؤاخذة. خلاص ازاي سعادتك ومحلولة ازاي؟ نروح مؤاخذة الجدة بطة ونجيب منها العقد. ايه ده؟ هو حضرتك تعرف الجدة بطة؟ اعرفها. ايه اللي اعرفها؟ مؤاخذة عز المعرفة. لا ما اعرفش حاجة. ما تعرفش ازاي بس يا عم بندق؟ ده احنا قلنا انت اللي هتجيب لنا الخلاصه. انا قلت ما اعرفش بقى، وما تضغطوش عليا اكتر من كده، انا مش هقول اي حاجه. طب وبعدين؟ ما نروح لبابي يمكن هو يكون عارف. احسن، وان شاء الله مش هتعرفوا عشان تبقوا تروحوا بورسعيد وتخشوا عليا كده وايديكوا فاضيه. احنا كنا في ايه ولا ايه يا خالتي؟ طب ده المرحوم الله يرحمه ويبشبش الطوبه اللي تحت راسه كان دايما ياخدني قريه النورس، وكان يجيب لنا ام الخلول بالكيلو وبال2 كيلو، ومنين ما نقعد بقى قشر 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 قشر.
انا مش مصدقه ذكرياتك المقرفه دي مش حاجه تفتكريها وتفتخري بيها على فكره. يا جماعه انتوا بتتكلموا في ايه؟ احنا لازم نعرف اول ميعاد زياره لعمه عشان نساله. طب افرضي رحنا وطلع مش عارف حاجه. ما تفوليش في وشنا يا بنت انت واسكتي. انت بتعمل كده ليه يا عم بندق؟ في ايه؟ يا عم انت بتعمل كده ليه؟ اصلي جده ميكي كان يقصد بالجده بطه الاستاذه فاطمه النقراشي. انت موطي صوتك ليه؟ اصله كان متجوزها. متجوزها؟ متجوزها؟ الف مبروك. لا ما تشغليش بالك انتي بالحاجات دي، خليكي بس مركزة مع شعرك الحلو ده. بقولك ايه، ما تقومي افرجك على الكرتون، على حرب البلابل انتي بتحبيه. يلا يا حلوة، خدوا راحتكوا بقى. ها يلا يا حبيبتي لحسن يفوتك. يلا. كمان متجوزها؟ مش كفايه مدوخنا وراه باللغز بتاعه ده؟ طب ايه حكايه بطه دي؟ دي كانت نزوه في حياته. اصل في حبه ايام كده كان زعلان مع ماما ميمي، قام الست بطه احتوته، اتجوزها سنه، كانت احلى سنه في عمره كله. كان مديها بقى العقد ده اللي في المجله هديه بتاعت الشبكه بتاعتها. العقد ده اصله اثري، ده بتاع الاميره فوزيه. طب هو انت عارف هي ساكنه فين بطه دي؟ طبعا عارف. كان هنا. الجد بطه ساكنه في سيتي ستارز؟ لا، البيت بتاعها كان هنا. يا سلام يا سلام يا اولاد، ذكريات. البيت ده كان جميل جدا جدا، وليه جنينه كده كانوا تملي يلعبوا فيها سوا، وفي كشك وكلب صغير اسود كان تملي. انا مش فاهم ليه بس بيهدوا البيوت القديمه الجميله دي ويروحوا حاطين مكانها الخرسانه دي. مش ممكن، البلد كلها بقت غابه من الخرسانات. هو انت اخر مره جيت هنا كان امتى يا عم بندق؟ من 40 سنه، بعد العبور على طول. اوكي. طب نسال مثلا الجيران يمكن يقولوا لنا عنوانها فين؟ جيران مين يا حبيبتي؟ بيقولك ما جاش من 40 سنه، يعني اصلا ما كانش في مدينه نصر. طب هنلاقي فين الجده بطه دي؟ هو انتوا عاوزين الجده بطه نفسها؟ امال ايه يعني؟ الله، ما تروحوا لها دار المسنين. دار مسنين؟ ايوه، ما قاعده في دار المسنين. ايه ده؟ طب انت ليه ما قلتش في الاول انها في دار المسنين؟ ما انتوا قلتوا عاوزين بيت الجده بطه، جبت لكم بيت الجده بطه. انتوا لو قلتوا عاوزين الجده بطه نفسها كنت جبتكم على طول. بصوا، انا عاوز الاسئله مباشره ومحدده، اجاوب انا على طول. واضح ان مش جده بس هو اللي حابب يلففنا، ده بعت لنا عم بندق كمان عشان يشلنا. طب انت تعرف فين دار المسنين دي؟ ايوه طبعا. ربنا يستر. انت متاكد ان احنا هنلاقي الست اللي اسمها بطه دي هنا، ولا ده من تخيلاتك برضه؟ طبعا متاكد، ده انا اللي موصل ست فاطمه هنا في دار الشفا بنفسي. ثانيه واحده، دي دار المنى. ار يو شور؟ وهتفر يا بنتي. ايه ده؟ مش دعم دهب؟ وده ايه اللي جابه ده؟ تعال نشوف. اهلا اهلا اهلا، ازيكم يا بنات؟ ازيك يا عم؟ ازيك يا انكل؟ ازيك يا بندق؟ الحمد لله. ازيك انت يا عم دهب؟ الله، انت اللي جابك هنا؟ مؤاخذة زيارة يعني. تعرف حد هنا ولا ايه؟ ما انت عارف يا بندق، حبايبي يا مؤاخذة كتير. وانتوا عاملين ايه يا بنات؟ هو مش انت سواق البيجو بتاع اللي وصلنا بورسعيد؟ وانت برضو الجرسون بتاع الباي باي درينك بتاع البنسيون؟ وانت برضو نفس الشخص. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ هو انتوا تعرفوا بعض اصلا؟ مين؟ عم دهب؟ لا، ده انا لسه بقابله بالصدفه دلوقتي. استاذن انا بقى عشان سايب التاكسي لوحده. استنى، مفتاح العربية. مؤاخذة، اصل بسيب مفتاح العربية معاه عشان اما اجي داخل مثلا مفاتيح العربية يعني ما تبقاش كده يعني. طب ما تسيب مفاتيح العربيه معايا عشان انا مش هستناك في العربيه عشان الدنيا مش شمس. روح الحتة اللي مش على مزاجك استناني فيها يلا. طب مش هستناك تحت العربيه عشان الدنيا مش شمس. ما تستناش في اي مصيبة، توكل على الله. حاضر. يلا. وانتوا جايين تعملوا ايه هنا يا بنات؟ احنا
كنا جايين يعني نتفرج على المكان كده عشان لو عجبنا نحجز فيه، لان خالة شريهان حرام كبرت وخرفت قوي. طب هو انا مش كنت قايل لكم برضو اما تكونوا عايزين مؤاخذه اي حاجه تكلموني